يا ترى كان عندك كام سنة لما عرفت ان انا ما كنتش مسلم ودخلت الاسلام بسبب المحتوى الهادف بتاع تيك توك؟ طب هل كنت تعرف ان انا كنت حرامي وبطلت سرقة بسبب المحتوى الهادف بتاع تيك توك؟ طب هل كنت تعرف ان انا مدمن الفيديوهات بتاعت زباطة وبويكا وبطلتها عشان بدأت اتفرج على محتوى هادف؟ بحبك يا فايزة لما تبقى عايز. الشخص اللي معانا في فيديو النهارده ده يا جماعه شقلب حياتي. الشخص ده علمني ان انا ما اضربش امي كل يوم علقه على الصبح زي ما انا ما كنت متعود. علمني ان انا ما اكلش الراجل الغلبان اللي بيعدي الشارع كل يوم بالنص، لان دي كانت هوايتي المفضله. كل يوم اتغدى وانزل اشوف الراجل اللي بيعدي الشارع اكله بالنص اموته. علمني ما اكلش مال اليتيم غير لما بلع بعدها بفي كولا. النهارده معانا عم المحتوى الهادف، قدوتي، قدوه كل الشباب والبنات اللي في سن الرضاعه، الدسوقي والدسوقي التاني. الراجل ده ما شاء الله اللهم بارك، يعني مش حسد ولا حقد ولا قر ولا اي حاجه. عنده على تيك توك حوالي 600 مليون متابع، عنده على باقي المنصات حوالي 1.5 مليار، ما شاء الله مهكر الكوكب. بس انا في فيديو النهارده هقول لك ازاي توصل للارقام دي بطريقه سهله جدا. نقطة ومن أول السطر. الراجل ده يا جماعه بيعتمد في محتواه على اثاره اي حاجه عند الاطفال اللي هي بدات تكتب بالقلم الجاف، يعني سابت القلم الرصاص بدات تكتب بجاف. بيعتمد على الاطفال اللي هي بتفتح يوتيوب ما بتكتبش حاجه في السيرش ولا بتخش على فيديو غير لما مثلا تقوم مسجله بصوتها عايز فيديو العاب بنات سلايم عشان انا هاكل بسرعه. الراجل ده جرب محتويات كتير زمان، جرب يعمل ليبسينك ما جاتش معاه، جرب يعمل دويتوهات مع ناس يعني ناس قديره زي ما انت شايف ما جاتش معاه برضو، جرب يعمل سكتشات كوميديه وغير كوميديه ما جاتش معاه برضو. لجأ للمحتوى اللي نسبه فشله في مصر 0%، لان المحتوى دوت بينجح جدا في مصر لان احنا شعب عطوف وشعب متدين بطبعه طبعا، وهو المحتوى الديني. يمكن انا في حياتي الحمد لله عمري ما زنيت في حياتي. يعني هو مش ديني قوي، هو مش ديني خالص، بس انت عارف المحتوى اللي هو منتشر على تيك توك اللي هو انت بتعمل فيديو سكتش عادي بتحط في الباك جراوند صوت الاذان اللي هو العيال بتاع تيك توك بيقولوا عليه صوت الراجل ده هيأذن بينا يوم القيامه، بيكتبوا لا انا لما سمعت الاذان ده حسيت ان انا في يوم القيامه. حي على الصلاه. عارف انت الاذان ده اللي هو اي حد بيحطه في فيديو الفيديو بتاعه بيفايرل. الراجل ده بقى بيلعب على الحته دي، هو بيلعب على الاحساس بتاعك ده، هو يحط لك الحته ديت خلاص كده الفيديو ضامن ان هو مش هيقل عن 8 مليار مشاهده، الكوكب كله هيشوفه. الراجل ده بقى يا جماعه بيعمل محتوى النيل الثقافيه، بيعمل محتوى 2018 اللي هو بتاع احمد زينب وحسن ده اللي هو ما تضربش امك يا ابني، يعني مش لازم لو ضربتها يوم ما تضربهاش اليوم اللي بعده. عارف انت المحتوى اللي بيعمل قلق على جروبات العيله اللي هو كل الناس الكبار وكل الاطفال في سن الرضاعه بيشيروه، المحتوى ده بيجنن الناس دي. عارف انت الفيديوهات اللي بتتعمل بتاع اللي هو الشاب السكران اللي كان ماشي في الشارع سمع صوت الاذان فدخل صلى مات في المسجد؟ عارف انت الفيديو ده؟ الفيديو دوت نص مصر عاملاه، والفيديو ده بينجح كل مره. بيعمل محتوى ارشادات الكتاب، عارف الارشادات اللي بتبقى مكتوبه على ظهر الكتاب اللي هي كنا بنقطع الصفحه ديت اصلا او بيقع عليها غالبا عسل اسود من السندوتش بتاعك او من اي اكل انت بتاكله والصفحه دي بتتقطع. شفت كان بيبقى فيه 9 نقط مكتوبين على الكتاب ورا، 9 ارشادات دي اللي هو السجاير تدمر الصحه وتسبب الوفاه، اللي هي مكتوبه على اي علبه سجاير اصلا. واللي هي النقطه اللي بعدها بقى اغسل سنانك قبل النوم وبعد الاكل. فالمهم يا جماعه محتوى الراجل دوت هو عامل مسلسل الاسطوره، يعني هو الراجل ده اسمه الدسوقي واخوه اسمه الدسوقي برده، هم عملوا مسلسل الاسطوره بقى رفاعي وناصر، في واحد دايما بيطلع شرير وفي واحد دايما بيطلع طيب، والطيب في الاخر طبعا بيديك النصيحه بالمعلقه. الراجل ده طبعا دخل انتخابات التيك توك، اللي ما يعرفش انتخابات التيك توك دي حاجه كده عامله زي انتخابات امين الفصل، يعني حاجه ملهاش لازمه عادي، اللي هو الشخص اللي بيكسب بيفضل زي ما هو عادي، يعني مش بتحصل في اي حاجه، يعني امين الفصل بيكسبها بياخد على قفاه عادي في الفسحه وبعد المدرسه. اللي بيكسب انتخابات التيك توك دي برضو عادي يعني بس هي حاجه روتينيه كده زي فيديوهات الدحيح كده، اللي هو احنا مش هنستفاد منها حاجه بس اهو يعني بنتفرج مع المتفرجين عشان لا احسن يفوتني حاجه ولا حاجه. قول لي انت مميز في ايه؟ البرنامج كله بقى بيعمل محتوى هادف زيك، بس مش كله كان سبب ان الناس تخش الاسلام. المهم يا جماعه انا عامل الفيديو ده الصراحه لان انا عايز ادعمه، لان هو قال ان هو لو ما كسبش الانتخابات هيبطل المحتوى. طب لو انت خسرت السنه دي هتعمل ايه؟ مش هيبقى ليا نفسي اكمل وههد اللي انا بنيته كله وهبطل فيديوهات، وهيخرج كل الناس اللي دخلت مع الاسلام واللي دخلت بسبب الاسلام هيخرجهم بره الدين الاسلامي، غالبا هيعملوا دين جديد. محتواهم دايما ان الاخ الصغير ده بيطلع يقول له كلام كده عادي ما حدش قاله من غير اي حاجه، هو كلام بس هو اللي عارفه او هو اللي مقتنع بيه. احنا خسرنا في الانتخابات. ليه يا عم؟ هي النتيجه طلعت، العلامات كلها بتقول ان احنا هنخسر. انا حياتي ما بقتش ملكي. والاخ بقى يقوم قايل له فاهم يا ابني يعني انت يعني يا ابني يعني
يعني يا ابني ما هو يعني خد فيديو وبس تحط في الباك جراوند الفيديو بتاع الاذان برضه عشان نضمن ان الجو طيب والناس الطيبه والناس اللي هي الناس بتاعت زمان دي. حي على الصلاه، ويحط بقى الصوت بتاع السيف. اول ما تسمع صوت السيف ده في اي فيديو تقلق، تعرف ان انت دلوقتي هتاخد حاجه غصب عنك. قول لي انت مميز في ايه؟ البرنامج كله بقى بيعمل محتوى هادف زيك. بس مش كله كان سبب ان الناس تخش الاسلام وناس تقوم تصلي ما كانتش بتركع. انا مش عارف الصراحه موضوع الناس اللي دخلت الاسلام بسببه، بس هو ممكن مثلا عشان متابعينه صغيرين اللي هم الاطفال الصغيرين، فهو فاكر ان مثلا ان الاطفال ديت عشان اتولدت على الفطره مسلمين وهم بيتابعوه، فكده يبقى هم عشان بيتابعوه هم مسلمين صغيرين فهم دخلوا الاسلام بسببه. يعني مش عشان هم اتولدوا على الفطره مسلمين واهاليهم مسلمين، لا هم دخلوا الاسلام بسببه. هم دخلوا الاسلام بسببه هو. انا ما اعتقدش ان في حد خارج الاسلام بيتابع الفيديوهات دي، اكيد عامل له بلوك. انا حياتي ما بقتش ملكي، بقت للناس. قول لي انت مميز في ايه؟ البرنامج كله بقى بيعمل محتوى هادف زيك. بس مش كله كان سبب ان الناس تخش الاسلام. انا بتعب بقالي سنين، مش ابن امبارح. لوهله انت لو بصيت على الفيديو ده كده هتحس ان قائد المسلمين داخل غزوه ودلوقتي بقى بينادي على المسلمين عشان يحسوهم على الجهاد، واذ فجاه كده تلاقي القائد دوت طالع بيقول لك جماعه التصويت عند مروان جليتش. انا بتعب بقالي سنين، مش ابن امبارح. دلوقتي التصويت مفتوح عند مروان جليتش، خشوا صوتوا لي فرحوني. يعني مش رايحين ليهود بني قريظه، لا التصويت عند مروان جليتش. طب التصويت ده ايه يا ريس؟ يعني تصويت خلافه؟ لا ده التصويت بتاع انتخابات امين التيك توك. مش هقول رئيس التيك توك لان انا ماليش رئيس غير هو رئيس واحد، رئيسي ورئيسك ورئيسنا كلنا. ده انا مصر حبيبتي. في فيديو مشهور طبعا لما عرفوا ان هم داخلين انتخابات بتاعه التيك توك، الحق مروان جايش دخلنا انتخابات التيك توك. وإذ فجأة الاخ الكبير بيقول له ايه يعني انت فكرتني بغزوة بدر. طب وفيها ايه يعني؟ خايف نخسر. فكرتني بغزوة بدر. ايه اللي حصل؟ كان جيش المسلمين 312 محارب. في اشاره منه ان هم كده داخلين وعددهم اقل طبعا، اللي هو مثلا 7 مليون داخلين قصاد القيصر مثلا اللي هو 15 مليون. قال له انت فكرتني بغزوة بدر، المسلمين كان عددهم اقل. وفي الاخر ربنا نصرهم وحط ايه طبعا في اخر الفيديو ان ينصركم الله فلا غالب لكم، بخصوص يعني ان انت لو داخل انتخابات التيك توك يعني ربنا ينصرك على اليهود اللي داخل قصادك. انا اللحظه ما حسيت ان انا مقصر في حق الانتخابات ديت، حسيت ان انا كده خارج المله التيك توكيه لان انا كده مش بشارك في الانتخابات. الراجل ده يا جماعه لما بيتعب بيروح للدكتور اللي هو بيبقى عارف انت فاضلك قد ايه في الدنيا دي. عارف انت الدكتور ده اللي هو الدكتور اللي فاهم اللي فيها بقى، استغفر الله العظيم يا رب، ده عارف الفهم 16 ساعه وهتتكل انجز. يوسفني اقول لك ان قدامك 20 ل 30 يوم وتفرق الحياه. طبعا معروفه لما حد بيقول لك انت خلاص فاضل لك 30 يوم وتموت، بتقول له لا انا مش هموت بالسهوله دي. اكيد التحليل دي فيه حاجه غلط. البلدوزر ما ينفعش تكون نهايته بالسهوله دي. مع انه يعني اداله ميعاد حلو، يعني ممكن تعمل فيهم شويه حاجات حلوه باذن الله تخش الجنه فيهم. قال له لا انا مش هموت بالسهوله دي، انا البلدوزر مش هموت بالسهوله دي، انا عايز حد اسفلته ويسفلته. الراجل بقى البلدوزر لما راح يتوب الاذان طبعا اذن له هو مخصوص، والرعد طبعا يعني استغفر الله العظيم يا رب حصلت حاجات غريبه جدا، يعني الرعد والبرق اشتغلوا عشان هو بيتوب خلاص البلدوزر بيتوب. وجاي لك يا رب ورافع لك ايدي وبقول لك سامحني يا رب، سامحني يا رب. وفي اخر الفيديو طبعا بنكتشف ان التحاليل طلعت متبدله والبلدوزر مش هيموت بعد 30 يوم ولا حاجه، هيموت بعد 10. التحاليل كلها بتاعت البلدوزر طلعت متلخبطه مع بيشنت تاني. خلاص بقى فمش هيتوب البلدوزر، خلاص مش هيتوب بقى، هيرجع يفتري تاني. لو سمحت عايز ارجع علبه السجاير دي. ماشي يا باشا اتفضل 100 جنيه. الراجل ده عامل فيديو بيعلمك ازاي تبطل سجاير وتحوش فلوسها بقى وتشتري بيها حاجات، يعني حاجات تفيدك بقى، يعني هو هيعلمك ازاي تستثمر الفلوس دي فيها. لو سمحت عايز 10 جنيه فول ب 10 جنيه فراخ. عينيا يا باشا. عايز كوبايه قصب ب 10 جنيه. ماشي اخدت دول ب 30 جنيه. في طبق الفاكهه ده ب 40 جنيه. يعني هيعلمك ازاي تجيب طعميه مزيته معموله بزيت عربيات 92، وهيقول لك ازاي تجيب كل المواد اللي فيها الحاجات المسرطنه ديت والشوكولاته عشان ترفع لك السكر، وازاي تجيب قنبله مليانه فاهم سكريات عشان تعلي عندك الانسولين تموتك. يعني بدل ما تشتري علبه سجاير اشتري حاجات فيها سكريات ودهون غير صحيه وحاجات اللي هي بتعلي الكوليسترول دي واللي بتسبب جلطه في الشريان التاجي، يعني الحاجات دي معروفه. الناس دي كمان يا جماعه بيعملوا محتوى امين الشرطه اللي هو محتوى معروف طبعا جدا بتاع الاستاذ يوسف جو بتاع الفيديو اللي فات اللي انا عملته، اللي هو هتلاقي امين شرطه طالع لك في نص التيك توك كده بيقول لك اقف يا ابن اقف بطاقتك رخصتك، اسحب رخصتك على طول لو ما قعدتش تسمع معايا الفيديو ده. ميتين شويه اللايكات يا عم. هو 15 ثانيه بس لان الساوند نزل على تيك توك كده، انا مش عارف اجيب حاجه اكبر من كده.
القبر ما فيهوش نت، هم 20 ثانيه اسمعهم وروح الله يحفظك، قلب متجبس، وتحت ابعتها لصاحبك وخد اجرها. بالظبط، يعني هو ما عرفش هو ويوسف جو بيتنافسوا على مين اللي يسرق الحاجات من تاني، هم عاملين نفس الفيديوهات بالظبط. هو انت بجد عايز تسيب الراحه النفسيه دي وتقلب عادي؟ علامه استفهام. ابعتها لصاحبك وخد اجرها. يا اسطى، انا هسيب الراحه النفسيه ديت وهقلب عشان اشوف صورتك انت وجورجينا، او عشان ابارك لك على المليون اللي انت وصلت له، هم يوقعوني وانا برضه بعافر، او عشان اسمع تراك عبعظ الجديد. هضطر اقلب معلش. انا مش جاي بنظر على الناس ديت ولا بقول لها ان انت غلط، بس انا مشكلتي مع الناس ديت ان هي بتبقى فاكره ان هي كده ده قمه المحتوى الديني. من الصبح وانت عمال تاخد ذنوب، اسمع وخد شويه حسنات، ابعتها لصاحبك وخد اجرها. طيب على العموم يا اسطى، انا الفيديو جالي الصبح، انا كنت لسه صاحي، يعني ما كنتش عملت ذنوب، فانا كده احول الفيديو بتاعك بقى عادي يا اسطى. انت منزل الفيديو دوت للناس اللي عملت ذنوب، تيجي بقى تتوب عندك في الفيديو ده. كذلك برضو الدسوق الكبير هيوقفك برضو في اي وقت يسحب منك رخص عادي. وقف الفيديو لو سمحت. يعني هي درجات برضو، في امين شرطه، في ملازم، في رائد. ده مصحف ربنا، لو مش غالي عليك ما تضغطش لايك للفيديو ولا تصلي على النبي في الكومنتات ولا تشير الفيديو لاصحابك عشان تاخد الثواب. يعني لو ما عملتش اللي هو يقول لك عليه هيخرجك بره الدين. خلاص شوف بقى، يلا انت رايح فين، اطلع يلا. يعني رسميا كده انت في الدرك الاسفل من النار رسميا، لو ما عملتليش فولو وعملت كومنت وصليت على النبي عندي في الكومنتات وعملت 3 اكسبلور. لو مش غالي عليك ما تضغطش لايك للفيديو ولا تصلي على النبي في الكومنتات. هو المصحف غالي عليا يا اسطى وغالي علينا كلنا، بس انا مش هعمل لك الحاجات دي. يلا خرجني بره الاسلام يلا. اهو انت طلعتني زنديق عشان ما عملتلكش 3 اكسبلور، ينفع كده؟ ميتين شويه اللايكات يا عم. لو الفيديو بتاعي دوت جالك اعرف ان ربنا بيحبك. لو الفيديو ده جالك اعرف ان ربنا بيحبك. انا ما اعرفش صراحه هو عارف المعلومه دي منين، بس يعني الشخص دوت عارف معلومات محدش عارفها. انا ربنا بيحبك عشان الفيديو بتاعه ده جالك على تيك توك. يعني انت كنت لسه الفيديو اللي قبله كان رقاصه كده، ربنا بيحبكش جالك فيديو رقاصه. الفيديو اللي بعده بقى ده التوبه بقى، ده التوبه، هتتوب عند ده ربنا بيحبك. ليه بقى بيحبك؟ خايف تموت على غفله؟ طب خايف تموت وربنا مش راضي عنك؟ اسمع معايا الدعاء ده. كل اللي عليك بس انك هتعمل الحاجات اللي في الجنب دي كلها علشان تاخد الاجر زيك، لان الدال على الخير كفاعله. بس انك هتعمل الحاجات اللي في الجنب دي. انت خايف تموت وربنا مش راضي عنك؟ ربنا بيحبك، بعت لك الفيديو ده، دوس على علامه الزائد، اعمل لي كومنت، دوس سيف للفيديو، 3 اكسبلور، مبروك انت كده رسميا داخل الجنه. رسميا انت كده خلاص، ما تعملش اي حاجه تانية، ما تصليش، ما تعملش اي حاجه لها علاقه باركان الاسلام. برضه هم كلهم بيسرقوا الحاجات الوحشه من بعض، يعني بيعمل نفس الكابشن بتاع يوسف جو، يعني اللي هو لو ما قعدتش تسمع الاذان ده دلوقتي انت معاقب من ربنا بنفس الجمله، بنفس كل حاجه، بنفس ترتيب الكلمات. يا اسطى طب ده اذان ايه؟ بجد والله ده اذان ايه؟ وعلى عيني وراسي ان انا اقعد اسمع الاذان في اي وقت عادي، بس ليه عندك انت؟ وايه حوار معاقب من ربنا دي؟ ايه حوار ان انا ما سمعتش الاذان اللي عندك ده انا معاقب من ربنا؟ يا عم لا، انا هروح اشغل الاذان بتاع ناصر القطامي بتاع قناه المحور، انا بحب اسمعه عنده، هدي الحسنات لناصر ذات نفسه مش ليك انت. لو ما قدرتش تسمع الاذان للاخر يبقى انت معاقب من ربنا. يا ابني ما هو انت مش حاطط الاذان للاخر ولا حاطه من الاول اصلا، يعني انت جايب الاذان من اول حي على الصلاه، يعني انت ولا جايب الاول ولا الاخر، هو ال 15 ثانيه بس اللي انت عايزهم تفايرل وخلاص، وابعته لصاحبك وخد ثوابه. حتى لو مش مصاحب انزل صاحب وابعت الفيديو ده لصاحبك عشان تاخد ثوابه. اتفضل يلا. صحيح اللي يجي ورا العيال ما يخلاش من. لو كل الفيديوهات اللي فاتت دي بقى ما جابتش معاك نتيجه، يعني لو كل دوت انت ما عملتليش فولو بعد كل ده، لا انا هديك فيديو بقى اللي هو هيجيب من الاخر معاك بقى. وقف الفيديو لو سمحت، ده مصحف ربنا، لو مش جاي عليك ما تعملش لايك ولا تصلي على النبي في الكومنتات ولا تبعت الفيديو لصاحبك عشان ياخد الاجر معاك. شايفين المصحف؟ شايف مصحف ربنا طالع من حريقه ازاي، والمصحف مصحف متبهدل. لو مصحف ربنا مش غالي عليك ما تعملش لايك للفيديو ده. ميتين شويه اللايكات يا عم. مصحف ربنا غالي عليك صح، انا متاكد من الموضوع ده. ماشي، اذا علامه الزائد، كومنت، اعمل الفيديو سيف، شير الفيديو ل3 اصحابك، حركتين اكسبلور، حركتين بس عشان انا دلوقتي متضايق. دلوقتي بقى اقول لك ازاي توصل لاكبر عدد من الفولورز دول ويبقى عندك 6 و7 مليون زيهم ما شاء الله. بنعمل حاجتين مش اي حد خلي بالك يعرف يعملهم. اول حاجه بنعمل مسابقه غبيه جدا، ومسابقه فيك قوي، يعني عدت المسابقات بتاعت 2008 بتاعت اللي كانوا بيجيبوا صوره عادل امام دي والمتصلين يتصلوا يقول لها ده يسرى، دي يسرى دي مش عادل امام، دي يسرى. الحاجه الثانيه بقى ان احنا بنلعب على غباء الفانز او سذاجه الفانز، بلاش كلمه غباء دي عشان بيعيطوا في الكومنتات.
اول حاجه بنعمل مسابقه حقيقيه جدا، مسابقه واقعيه جدا، مش عارف مين اللي ممكن ما يصدقهاش يعني. بنكسب ايفون 17 ايفون 16، بنكسب عربيات، بنطلع حج، بنطلع عمره، بنجيب ترابيزات بلياردو وبينج، وبنطلع ناس تتفرج على ديربي مانشستر. اقعد زيد، اقعد قول كل حاجه. هو حد هيراجع وراك؟ حد هيروح يشوفهم في مانشستر؟ اقعد اكذب. بس بقى العيال اللي بتتفرج على الفيديو بقى بيجي لها اورجازم من ايه ده ممكن انا اكون الفايز الجاي. يا لهوي، ده كسب واحد ايفون 17، ده لا ده انا الجاي بقى. فتلاقي مثلا كسب ابن خالته في الفيديو، هو جابه في الفيديو اداله ايفون 17، قال له ايه ده يا ابني مبروك انت كسبت. يلا يا جماعه كلنا نعمل كومنتات، واكتر واحد الكومنت بتاعه يجي عليه لايكات هو اللي هيكسب الفيديو الجاي. فتلاقي مثلا مليون كومنت. يعني تخيل في مليون واحد عايشين معاك في البلد دي بيعملوا كده، انت متخيل انت قاعد فين؟ وفي حاجه بقى في المسابقه دي معروفه، احنا دايما بنكسب، بننزل الشارع بنكسب اللي عامل لنا فولو. الملحوظه الغريبه قوي بقى هنا ان احنا دايما بنعمل الفيديو، اول واحد مش عامل فولو، تاني واحد مش عامل فولو، تالت واحد لا هو دوت عامل فولو. 15 برو ماكس. أيوة. هو ده. اوه مش متابعانا للاسف، مش متابعانا. يا رب يكون مش متابع. ايه ده؟ مش متابعنا. يا رب يكون ايه مش متابعنا اهو. متابعنا؟ ايوه متابعنا. ايوه لو متابعنا هتكسب الايفون 16 ده. مش متابعنا للاسف، حظ اوفر مره كده. لو متابعنا هتكسب ايفون 16 برو ماكس. مش متابعنا. انا عارفاكم انتوا سوقي. ايوه متابعنا. ايوه لازم تكوني متابعنا على اليوتيوب. ايوه متابعاكم على اليوتيوب برضه. متابعنا يا جماعه. لو متابعنا دلوقتي هتكسبي عربيه. شوفي كده انا عارفاك. يا رب كنت عامله فولو. مش متابعنا يا جماعه. شوف كده بسرعه، بالراحه ايدك بترتعش ليه؟ بالراحه اهو. مش متابع. مش دلوقتي هتكسب عربيه بجد والله؟ والله العظيم. متابعنا على اليوتيوب ولا على التيك توك ولا ايه؟ متابعك على تيك توك. ايه؟ متابعك على تيك توك. انا بالراحه ما تتكترش. لو متابعنا على اليوتيوب هتكسب عربيه برضه. انت بيك فان لينا. حاجه اليوتيوب في الآلة يا جماعه، خلي بالك. ورينا متابعنا يا جماعه اليوتيوب. السكريبت عايز كده يعني، والله المخرج عايز كده، ده التشويق والاثاره هم عايزين كده يعني. غريب الموضوع ده، مين فاهمه؟ الريتش بقى لو وقع يعني، هو لو الفيديو نزل مثلا وما جابش 7 مليون مشاهده كده الريتش وقع، نخش بقى على الطريقه الثانيه دي. بنعمل فيديو بقى نقول تعالى اقول لك بقى على حركه التيك توك. تعالى اوريكم حركه التيك توك الجديده. تعالى بقى اقول لك على حركه التيك توك الجديده اللي لسه التيك توك منزلها. هو تيك توك بعتها له، هو قال له على الحركه دي هو لوحده. فبتلاقي بقى مليون واحد مهتم بالموضوع ده. يعني بيبقى في مليون شخص عايشين معاك في نفس البلد برضه، سابوا اللي وراهم واللي قدامهم ومهتمين بحركه التيك توك الجديده. هو مفيش حركه اصلا، انا مالف حركه وجاي اقولها لك. تعالى اقول لك على حركه التيك توك الجديده. يعني تعالى اقول لك على حركه اليوتيوب الجديده. هتعمل لايك للفيديو بتاعي، هتكتب 10 كومنتات، هتلاقي اليوتيوب عندك بقى لونه ازرق. والله في ناس لسه عايشه معاك في البلد بتعمل الحاجات دي بجد، وهتضغط على علامه الزائد. علامه الزائد دي لان هو بيخاطب فئه، اللي هو بجد لسه معديه مرحله الرضاعه اللي هو 3 سنين، فهو مش عارف يعني ايه فولو ولا عارف يعني ايه متابعه ولا انجليزي ولا عربي. فبقول له دوس على علامه الزائد دي. ايه علامه الزائد دي؟ معرفش، بس دوس على علامه الزائد دي، اعمل لي كومنت، اعمل لي سيف للفيديو 3 حركه اكسبلور. هتنجح السنه دي. هتنجح السنه دي لو عملت كده. تعالى اوريكم حركه التيك توك الجديده. لو اتكيت على علامه الزائد وعلامه اللايك والعلامه الصفراء دي وعلقت صبعك هنا كده، هيظهر لك اكتر 3 بيبحثوا عنك وبيكرشوا عليك يا معلم. جرب وقول لي نفعت معاك ولا لا. نفترض ان دي حاجه، يعني نفترض ان دي حاجه فعلا حقيقيه. انت مين بيبحث عنك بجد؟ انت يا ادم يا عسل يا لذيذ، مين بيبحث عنك يا ادم؟ مين يا ادم يا حبيبي؟ مين اللي خطف منك الزمزميه يا بابا يا بيبي اللي بيبحث عنك؟ ممكن تخش تنام. لا، والفيديو ده بنعمله كذا مره بقى، يعني بنعمل كل ما الريتش يقع بنعمل الفيديو ده اللي هو بتاع تعالى بقى اقول لك بقى على حركه تيك توك. هي نفس الحركه، مفيش حاجه جديده، بس اقول لك عليها كل مره. والفكره ان كل فيديو بيبقى جايب، يعني كل فيديو عادي في معمول على الحركه دي بتلاقي مثلا 800,000 كومنت عايشين معاك في الكوكب الناس دي. والراجل ده كمان بقى يا جماعه بلاقي عنده في الكومنتات حاجات غريبه جدا. يعني يحيى صادق هنا بيقول له يا اسطى انا بقيت بحبك قوي، لما بتفرج عليك بحس ان انا في الجنه. ده يحيى يا جماعه، ده يحيى صادق اللي هو الشاب العسل ده. انا ما اعرفش الصراحه يا يحيى انت فكرتك ايه عن الجنه، بس امسح التيك توك بجد والله، دي نصيحه مني، امسح التيك توك. اغاني ايه يا عم؟ اسمع كده، ابعتها لصحابك وخد اجرها. فطبعا هنا حجاج منصور بيقول له يا ريت كان عندي صحاب. حجاج منصور هنا طبعا خلاص كده مطرود من الجنه، مش هيعرف يشير الفيديو بتاع الدسوقي ده. يا خساره يا خساره يا حجاج، يا خساره. لازم تصاحب عشان تشير بقى للناس الفيديوهات ديت عشان تلحق تخش مع الناس دي الجنه. اخر حاجه بقى يا جماعه بيعملوها في شويه مقالب كده، بيعملوها في مستوى المقالب بتاعت رامز جلال. يعني الاخ الكبير بقى بيربط اي خيط مثلا في اي حاجه موجوده حوالين الاخ الصغير، بعيدا طبعا مفيش اضواء، مفيش رينج لايت، مفيش تليفون بيصور، مفيش اي حاجه، مفيش خيال، مفيش ظل، وبيشد بقى الحاجه طبعا. فالاخ الصغير بيترعب، الجمهور بيصدق، بيتفاجئ، بيشير الفيديو. هتلاقي الفيديو جايب ارقام رهيبه والناس كلها بتضحك صريخ ضحك. الحاجات دي بتضحك جدا، الحاجات دي بتخلي بالك. يعني لما اتفرجت على الفيديو انا بقالي ساعتين بحاول اصور الحته دي،
يعني بعد ما اتفرجت على الفيديو بتاع المقلب ده، الحته دي انا بقالي ساعتين بحاول اصورها. بتلاقي بقى الفانز اتفاجئوا، يوسف شاهين عمال يسقف، عمرو سلامه هياخدهم في المسلسل الجديد مع زياد زازا، وبكاء ابو الانوار بيعيط في الزاويه من عظمه المشهد، والراب سين ولع بعد المقلب ده، رامز جلال اعتزل. المهم يا جماعه في اخر الفيديو، هل المحتوى ده هادف؟ مش عارف. هل المحتوى ده مضر؟ مش عارف. في محتويات كتير اسوأ من كده، في محتويات كتير اسوأ من كده بكتير. بس الفكره في هنا ان انا بحس ان المحتوى ده فيه سم في العسل، بيبقى فيه حاجات غريبه، في حاجات بتخش في النص ما ينفعش تخش. انت مصدر الناس ان فكره ان ده محتوى الهادف، ده اللي لازم تتفرج عليه، ده المحتوى اللي هيغير حياتك. لا، مش ده المحتوى اللي هيغير حياتك. لو انت بتخاطب اطفال ما عندهاش وعي باي حاجه، لا ممكن توصل المحتوى ده بصوره تانية انضف من كده شويه. بعيدا بقى عن استغلال الدين، بعيدا انكم بتعاملوا القران معامله مش معامله القران اعظم من كده بكتير. القران لازم بتعامله معامله احسن من كده، الاذان بتعامله معامله احسن من كده. الاذان ما بتحطش باك جراوند في صوت وتقعد تعليه وتوطيه وانت بتتكلم، ولا القران بتعمله في كده. ما ينفعش تعمل في القران كده. ما ينفعش تستغل اسم ربنا او القران او المصحف في كابشن عشان تجيب مشاهدات. ما ينفعش تستغل اطفال صغيرين وتقعد تقول لهم علامه الزائد وثلاثه نسخ روابط عشان تخش الجنه، او شاير الايه ديت عشان تخش الجنه. الكلام ده مش حقيقي، الكلام ده ما بيحصلش. فبس انا كده وصلت لاخر الفيديو. اتمنى الفيديو يكون عجبكم، واتمنى الفانز بتوع الدسوقي ما يرجمونيش، ولازم تكسبوا له انتخابات، لانه لو ما كسبش الانتخابات هيبطل المحتوى الديني اللي هو بيعجبكم، المحتوى الهادف. بس كده يا جدعان، ده كان فيديو النهارده. ما تنساش تدوس على علامه الزائد وتعمل 3 نسخ الرابط وتعمل 10 كومنتات، وهتلاقي اليوتيوب بقى لونه ازرق، وهتلاقيني بضحك. يعني هتلاقيني بضحك. دوس كده، دوس هتلاقيني ضحكت. شفت؟ قلت لك يا ابني ده سحر. يلا يا جدعان، سلام عليكم.